السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم معي أحبتي في فيديو جديد على قناتنا نكهة مغربية. والفيديو ديال اليوم غادي يكون تكملة للفيديو اللي نزلته من قبل، وغادي نشارك معكم فيه وصفة المملحات اللي كنت قدمت مع الوصفة ديال الدجاج والدسير ديال الحامض. غادي نشوفوا العجينة المورقة السريعة جدا، غادي نصيبوا منها هكا مملحات معمرة بالدجاج. غادي نشوفوا العمارة ديال المخمرات الصغار بالكفتة والياغورت مسوس، وغادي نشوفوا العماره او الحشوه ديال الحوت ديال البريوات الدادين والسراع وتيجيو غزالين بزاف. تيبقاو اقتراحات الحشوات وانتوما استعملوهم في اي حاجه واحده اخرى. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نصايبوا العجين المورق السريع. هاد الوصفه سبق لي شاركتها معكم في القناه، تتجي سريعه بزاف، ما فيهاش قوه الخدمه، وتنحصلوا على نتيجه زوينه. جميع انواع المملحات. هنا غادي ناخذوا واحد 400 غرام ديال الدقيق الخاص بالحلوى، غادي نزيدوا عليه 250 غرام ديال المارغرين الخاصه بالتوراق مقطعه بحال هكا، شويه الملحه، وغادي نسمها هذه المره بشويه ديال البزار، شويه ديال الثومه بودره، وشويه ديال الزعتر مطحون، وواحد المعلقه ديال الموطارد. غادي نرمل هذا الشيء كامل نخدمه مع الدقيق، وغادي نزيد شويه ديال الملح اكيد ما نساوهاش، وغادي نجمع كلشي بالماء بارد. ما نكثرش الماء حيت بغيت العجينه تكون جامعه راسها وشاده في راسها، ما تكونش مرخيه ولا خفيفه. صافي غير تجمع ليا بحال هكا، غادي نلويها في فيلم اليمونتير، وغادي نتسناها شي شويه على ما ترخى باش يمكن ليا نطلقها. انا غادي نمشي نصايب الحشوه ديال الدجاج على ما ترخف او على ما تطلق العجينه. هنايا في مقله غادي نجمع العناصر كلها دقه واحده. هنا غادي ناخذ صدر ديال الدجاج اللي مقطع رقيق بزاف بزاف بزاف، وغادي ناخذ بصله البيضاء وفلفله حمراء حتى هما مقطعين او مشلضين بحال هكا ورقاقين، باش تجيني هكا العماره متجانسه وزويونه، وما يبقاش يعني كل طرف بوحدو، خاصهم يكونوا مقطعين رقاق. غادي نزيد شويه ديال المعدنوس، انا استعملت المجفف وهو اللي كان عندي هو اللي استعملت. غادي ندير شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار، وشويه ديال السكينجبير، وشويه ديال الزعتر مدقوق. غادي نزيد شويه ديال الثومه بودره، تتبقى اختياريه، الا ما كانش الثومه بودره بلاش ما نستعملوا والو. وغادي نزيد شويه ديال الزيت، وغادي نشحر هادشي كامل على عافيه مجهده. ندير عافيه مجهده باش الدجاج ما يطلقش ليا هو والبصله والفلفله ما يطلقوش الماء وما يتمياش ليا داكشي. غادي ندير عافيه مجهده شي شويه، وغادي نشحرهم مزيان حتى يوقفوا. عاد غادي نرجع نكملها. وهنا رجعت العجينه، غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نطلقها على الشكل هذا. وهذاك اللي في الجنب راني حاطاه بالعاني باش يسجل كاع هذوك اللي شافوا الفيديو وعجبهم وما خلاوش لايك ولا كومونتير. كي قلت لكم هذه العجينه راها سحريه، يعني تتجي مورقه سهله بزاف بزاف وسريعه، وتعطيني واحد النتيجه اللي زوينه. ونطويها عاوتاني على ربع بحال هذا الشكل هذا اللي موضح في الفيديو، سهله جدا وبسيطه. ونعاود نطلقها عاوتاني بنفس الطريقه هكا على شكل طولي بحال هكا. صافي غير نطلقها مزيان ونعاود عاوتاني نطويها بنفس الطريقه، نجمعها، وها هي العجينه ديالي موجوده. ونخليها ترتاح باش نطلقها ونستعملها مباشره في الوصفه. يعني العجينه تنخدمها غير 2 مرات، تنطويها غير 2 مرات، صافي تتولي واجده. هنايا الحشوه غادي نرجع ليها من بعد ما تشحر الدجاج مزيان وشرب الماء كامل اللي فيه وقف ديك الزويته اللي درت ليه. غادي نزيد واحد العلبه ديال الياغورت مسوس وعلبه ديال لا كريم فريش. صافي غادي نحركها شي شويه فوق من عافيه متوسطه، غير شويه ماشي بزاف، حيت ما بغيتش هاد لا كريم فريش والياغورت اللي غادي نزيد ما بغيتهمش ينشفوا بزاف، خاص بقى الحشوه هكا فازقه، ماشي تجي ناشفه 100%. داكشي علاش حنا نشفناها من الماء المره الاولى اللي خلينا الدجاج ينشف مزيان من الماء. وصافي ها العماره ديالي واجده. هنا هاد العماره الا كنت بغيت نعمر بها هكا مخمرات، او بغيت نعمر بها لي شوسون ولا شي حاجه، نزيد فيها الفرماج مباشره ونبدا نعمر بها. انا حيت غادي نديرها فوق من العجينه، فالفرماج ما غاديش نخلطو معاها، غادي نحطو من الفوق.
صافي هنايا العجينه من بعد ما ارتاحت غادي نقسمها على جوج، غادي نحتفظ بالنصف المره اخرى والنصف هو اللي غادي نخدم به دابا. غادي نطلقها بحال هكا، غادي نطلقها تكون رقيقه، ما غاديش نخليها غليظه حيت انا ما حاجتيش بالعجينه تكون هكاك طالعه بزاف ومورقه بزاف وغليظه، انا بغيتها تجي مقرمشه وتجي رقيقه. فداك الشيء علاش العجينه طلقتها شويه رقيقه. غادي نتكها مزيان بالفورشيت. صافي غادي نقطع العجينه على هذا الشكل هذا، قطعوا بطبيعه الحال على الشكل اللي بغيتو، الحجم اللي بغيتو، اللي رشقات لكم عليه. المهم انا قطعتها بحال هكا صغار، يعني بحال شكل بيتزا صغيره. صافي غادي نحطهم في اللاطه وغادي ندخلهم الفران اللي شاعل من التحت على 180 درجه. غادي نخليهم حتى يطلعوا مزيان ويتورقوا ويتحمروا من التحت، عاد غادي نخرجهم باش نعمرهم. هنا شوفوا تنوريكم العجينه تبارك الله شحال طلعت، رغم انني رققتها بزاف وتكيتها باش ما تطلعش، ورغم ذلك تجي ديك الفويتاج ديالها باين وتجي هي هذيك. صافي هنايا منين طابت مزيان عاد غادي نعمرها بالحشوه ديال الدجاج اللي صايبنا. ما بغيتش نعمرها في الاول، عاد ندخلها باش ديك السائل ديال الحشوه ما يفزكش العجينه وهي تطيب. صافي غادي نعمر هاد المربعات بالدجاج. بطبيعه الحال هاد العماره راه ممكن نضيفوا معاها حتى لي شامبينيون، حتى هما نقطعوهم بنفس الطريقه ونضيفوهم. صافي غادي نزيد الفرماج هكا من الفوق وغادي ندخلهم الفران شاعل غير من الفوق. كيف عرفتوا بان العجينه راها طايبه من التحت ومحمره، غادي نشعلوا غير من الفوق يتغاتينا واحد شي شويه، يتحمر الفرماج ويدوب. صافي وغادي نخرجهم، وهذا هو الشكل ديالهم. هنا غادي ندوز حشوه ديال البريوات اللي صايبتها بالحوت. غادي ناخذ واحد العلبه ديال لي شامبينيون اللي مقطعه هكا رقيقه مع شويه ديال الكورنيشون وشويه ديال الزيتون اللي دوزتهم في لاشواغ. بغيتهم هكا يكونوا مقطعين رقاقين. العناصر كل ما كانت مقطعه رقيقه كل ما تنسجم مع داك الشعريه، تطلق اللذه ديالها وتجي زوينه قومه بلا ما يكونوا هكا داكشي باش عمرنا باين. غادي نشحرهم هكا في زويته عاديه، ماشي زيت البلديه، غير زويته عاديه، حيت غادي ندير الزبده. غادي نزيد واحد الفليفله مشويه حمراء، سواء كانت عندكم خضراء او حمراء. الحمراء تجي زوينه سواء اللون ديالها ولا النكهه ديالها. تنشويها ونقيها ونقطعها مربعات رقيقه. صافي وغادي نزيد واحد الضريس ديال الثومه، واحد شويه ديال الهريسه. هاد الهريسه اللي عندي قاطعه فدرت غير واحد نص معلقه صغيره. هي الا ما كانتش هريسه حاره تتكون احسن باش نديروا فيها كميه اكثر وتجي بنينه. غير يتشحر هذا الشيء مزيان. غادي نزيد كميه من المعدنوس والقزبر. هنا عندي منشفين فهما اللي استعملت. الا كنتو غادي ديروا المعدنوس الطري فضيفوه في الاول مع الفلفله. غادي نزيد واحد 2 معالق ديال مركز مطيشه اولا مطيشه ديال الحك، شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره، وصافي غادي نخلط هذا الشيء كامل مزيان. هنا بان ليا الزيت ناقص، زدت واحد شي شويه ديال الزيت، وغادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. كي قلت لكم انا الحشوه غادي نديرها على طيبه الزبده، الا كنتو تتفضلوا الزيت البلديه فاستعملوها في بلاصه الزبده. صافي غادي تشحر هذا الشيء كله مزيان، وغادي نضيف الشعريه الصينيه اللي كان سبق لي خوت عليها المطايب وقطعتها شويه بالمقص. غير تشحر شي شويه غادي نزيد الحوت اللي عندي. استعملوا اي نوع بطبيعه الحال ديال الحوت متوفر. انا هنا كان عندي شويه ديال الكروفيت كنت مشحراه قبل بزبيده والملحه والبزار، هو اللي ضفته دابا. والحوت الابيض هنا كانت عندي واحد الحوته ميرلا كبيره كنت شويتها في الفران ونقيتها. صافي وزتها على الشيء الاخر اللي عندي، وغادي نضيف عصير ديال حامضه كامله بلا ما نبقى نحرك فيها بزاف ونبقى نرون فيها بزاف. غير نضيف العصير الحامض نخلط شي شويه وها هي واجده. العماره بهذا الشكل تتجي غزاله بزاف. شوفوا تتجي كلشي مقطع رقيق ومندمج، تجي زوينه. تيبقى لنا غير الطرفات ديال الحوت هما اللي تيجيو باينين في العماره. بالنسبه للعماره ديال المخيمرات الصغيورين غادي نعمرهم بالكفته. هنا خديت واحد الكميه ديال الكفته اللي درتها مع علبه ديال الشامبينيون وبصله مشلضه. شحرت كل شيء بشويه الملحه وشويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير حتى طابوا مزيان، وشويه ديال المعدنوس. طاب كل شيء وتشحر كل شيء مزيان، وغادي نضيف لهم واحد العلبه ديال الياغورت مسوس ومعلقه كبيره عامره مزيان ديال الجبن الطري. نخلط غير شي شويه يعني الا كنت بغيت نعمر بها هكا المخيمرات ما غاديش نخليها خفيفه بزاف، غير تشحر واحد شي شويه
صافي. وغادي نزيد واحد الكميه ديال الكورنيشون اللي مقطع رقيق مع الزيتون حتى هو مقطع رقيق، والبيض مسلوق محكوك. نخلط واحد التخليطه بحال هكا وغادي نضيف الفرماج حمر محكوك. صافي. وها هي العماره ديالي واجده. حتى هاد العماره ممكن نستعملوها في اي حاجه واحده اخرى بطبيعه الحال، تتجي زوينه. البيض مسلوق تنزيدو في هاد العماره غير الا كنت غادي نديرو في المخمرات، حيت ولي تيجي هكا العماره ديال المخمرات بالبيض مسلوق تتجي زوينه. الا كنت غادي نستعمل العماره في حاجه واحده اخرى بلاش ما نستعمل البيض مسلوق. هادو هما البريوات، وهذه هي الطبله ديالنا. بالنسبه للدجاج كيف ما قلت لكم، والوصفه ديال الديسيرت الحامض شاركتها معكم في الفيديو اللي قبل. والبيتزا هنايا البيتزا صغيورين راه كان سبق لي شاركتهم معكم، هي العجينه اللي شاركتها معكم على ما تنظن العام اللي فات، تجي حتى هي رطبه وزوينه. وصافي هذا هو الشكل ديال الطبله ديالنا وفطورنا. نتمنى الاقتراحات ديال اليوم تكون عجباتكم وخديتوا افكار هكا تنفعكم، سواء في رمضان سواء في الايام العاديه. وبهكا يكون سالي الفيديو ديالنا، حتى نشوفكم ان شاء الله في فيديو ماجي من هنا لتما. خليت لكم من هنا اللي ما يفنى. شكرا وبسلامه.